السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وقضيه جديده على قناه كيفاش طاح. قضيه اليوم غادي يدوروا احداثها في مدينه سيدي سليمان. وقبل ما نبداو قضيتنا ما تنساوش ديروا اشتراك القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. هذا واحد الراجل اللي الاسم ديالو الحاج بوعزه، كساب وفلاح وعنده الاراضي، يعني لاباس عليه. عنده جوج ديال الابناء، الكبير سميتو المهدي والصغير سميتو ايوب. هما بجوج كبار، غير واحد كبر من الاخر. المهدي كان هاجر لفرنسا، وبقى ايوب هو اللي معاول الاب ديالو في الكسيبه والفلاحه. يعني ايوب هو دراعو اليمن وكان كيعول عليه في كل شيء. داز واحد الفتره الحاج بوعزه بدا كيكبر والصحه ديالو بدات كتقلال، وهو يخلي كل شيء لولدو ايوب اللي يتكلف به، خصوصا انه كان شاد الحرفه من عند باه وكان داير فيه الثقه. المهدي مني مشى لفرنسا تقطعت الاخبار ديالو، واش وقعت ليه شي حاجه تماك. المهم حتى شي حد ما عرف واش مازال حي ولا ميت. تقريبا دازت 7 سنين باش مشى. الاب ديالهم غادي يتوفى وغادي يخلي كل شيء لولدو ايوب، ومن بعد غادي يتوفى حتى الام ديالهم. ايوب غادي يكون هو الوارث الوحيد مادام ما بانش خوه. غادي يتزوج وغادي يبقى ليه كل شيء مقابله ومكلف به. واحد النهار جا المهدي من فرنسا والناس ديال الفيلاج فرحوا به، وخو ايوب استقبلوه وفرح به. المهدي بدا كيعاود لخوه وبدا يقول ليه راه وقعوا لي شي مشاكل في الخدمه ودس من واحد الحاله نفسيه اللي صعيبه وخسرت فلوسي كاملين. وايوب حتى هو بدا كيعاود ليه وكيقول ليه والدينا قبل ما يتوفاو كانوا كيعانيو باش يشوفوك ويعرفوك واش راك مزيان ولا لا. المهدي قال لخوه مادام الوالد خلى لينا هاد الخير كامل ما عندي ما نبقى ندير في فرنسا، نقسموا هاد الشي بيناتنا وكل واحد ياخد حقه، ونيت نمشي نقضي شي غرض في فرنسا ونجي. ايوب كان موافق على الهضره ديال خوه وما عارضو على حتى شي حاجه. من رجع المهدي لفرنسا بقى ايوب كيتسناه باش يرجع وكل واحد ياخد حقه، ولكن المهدي عاود نفس الحاجه، غبر وما بقاش بان. الشهر الاول الشهر الثاني والو حتى دازت عامين. واحد النهار واحد السيد كان بغى يدير شي اصلاحات للدار ديالو، ومني جاب المعلميه وبداو كيخدموا تما كانت الصدمه الكبيره. لقاو جثه في الكوزينه ديالو. مول الدار عيط للبوليس وقال لهم راني لقيت جثه في المنزل ديالي. البوليس جاو في البلاصه وطوقوا المكان وبدا البحث ديالهم. الطبيب الشرعي قال لهم الجثه ماشي جديده، وانما تقريبا ليها شي عام ونص باش مدفونه. السيد مول الدار قال لهم المعلميه مني بداو كيحيدوا في الزليج ديال الكوزينه تفاجئنا بهاد الجثه. البوليس سولوه وقالوا ليه واش انت مول الدار؟ قال لهم انا مول الدار، ولكن يالله دابا باش شريتها شي شهر ونص. قالوا ليه شكون باعها ليك؟ قال لهم ها شكون باعها ليا، وعطاهم الوثائق والاسم تا ديال البائع. البوليس مشاو عنده في البلاصه وبداو كيسولوا فيه وقالوا ليه واش انت اللي بعتي الدار لهاد السيد؟ قال لهم انا، لحنتاش ما يمكنش يكذب في هاد المسائل. وكانت ردة فعله غريبه واللون ديال وجهه تبدل لحنتاش عرف اشنو داير. في التحقيقات ديالهم ليه عرفوا بان هاد الجثه ديال الاخ ديالو اللي هو المهدي، وتماك بدا كيعاود ليهم كل شيء. قال لهم مني كان الوالد ديالي على قيد الحياه كنت دراعو اليمن، ومني مات خلى ليا كل شيء وضرب التماره باش نسير شغلي. ولكن مني جا الاخ ديالي اللي كان غابر السنين هادي طلب حقه وهو ما هز ما حط، يعني لقاها واجده وبغاها بارده. تماك بديت كنقلب على شي طريقه باش نتخلص منه. ومني كنا جالسين كنهضروا قلت لي الوالد قبل ما يتوفى كان موصيني على واحد الدار باش نعطيها ليك. ومني ديتو لهذيك الدار يشوفها غفلته وجبت جنويه وبديت كنطعن فيه طعنات حتى توفى. جبت البالو والفاس وحفرت في الكوزينه ودفنته فيها تماك. ولكن الغلط اللي درت هو انني بعت الدار لحنتاش ما سحبش ليا غادي يلقاوه. سولوه علاش درتي هادشي كامل؟ قال لهم بسبب الطمع. انا طمعت ناخذ الخير ديال الوالد بوحدي وهو جا وبغاها كامله. هادشي علاش درت هكا وصفيتها ليه. ايوب تحكم عليه بالمؤبد،
وهنا كتبين ان الطمع كيعمل العينين ويخليك ترتكب جريمة في حق اقرب الناس ليك. وهنا غادي نكونوا سالينا القضية ديالنا.